بالصديق وفاء، متربصة معهد التكوين المهني والتعليم الشهيد خضار الحسني وهران شرق، متربصة في تسيير ورسالة النفايات. هذا التربص دام مدة 24 شهر. أنا جيت حاملة المشروع. هذا المشروع كان عبارة عن مشروع تسميد صناعة السماد، لكن عبر هذا التخصص بدلت المشروع اللي كنت حاملاته وتوجهت إلى تثمين نفاية. هي عبارة عن خبة الحديد في نواب البناء أو الأشغال العمومية. كان عندنا الحظ أننا تعرفنا أو شفنا شركات متعددة متخصصة في رسكلة النفايات، منها شركة توسيالي فيها تحصلنا على خبرة كبيرة في مجال النفاية هذه خبة الحديد. كانت المرافقة منذ البداية حتى النهاية، حتى يوم التخرج. هذا يوم التخرج الذي سيحضره إطارات في الدولة، في مديرية البيئة، في شركة توسيالي وعدة إطارات. وكان لنا الحظ كمتربصين بأننا عند النهاية، عند نهاية التربص سوف نندمج في مديرية البيئة لولاية وهران، يعني تحصلنا على مناصب شغل. وإن شاء الله كما داروا فينا الثقة التكوين المهني نردوا لهم هذا المردود بأننا نخدموا البلاد ونكونوا أحسن ممثلين لمديرية التكوين المهني. من هذا المنبر أدعو كل من يرغب أو له رغبة في هذا التخصص أن لا يضيع فرصة أنه يتحصل على المرافقة وتأطير في هذا التخصص، تأطير جيد ومرافقة، وبالتوفيق للجميع.